مسكوا بطريقه عبيطه جدا. اولا هم كان امكانياتهم، انا يعني كان ليا شرف ان انا التقي بيهم، لان لما مسكوهم فجابوهم الضفادع على اساس بنتكلم نفس اللغه، يعني غطست وكنت وعملت، يعني بنتكلم في حاجه ضفادع في ضفادع بقى، فجابوهم شفتهم. طبعا كانوا امكانياتهم غيرنا خالص، يعني احنا طبعا كنا بنلبس بدله اسمها تغيري عامله كده وشامه كده قديمه، واحنا برضه جيش غلبان شويه. هم بقى لابسين لبس وتحته لبس ملكي، لما يطلع يبقى لابس قميص وبنطلون عادي خالص. كانوا معاهم جهاز كده، طبعا دلوقتي بقى موجود حاجات كده اكتر من كده كمان، بس كان ايامها موجوده حاجه زي القلم كده ويروح شادد اريا كده يكلم الغواصه تحت الماء. لا يكلمها لو يطلع مثلا في اي حته انا مش شايفه من فوق الميه يقول حدد مكانه. يعني معاهم حاجات، ناس مجهزين بامكانات عاليه وكلام من ده، ومع ذلك خافوا عبوه. بقول لحضرتك احنا كانت العبوات بتتضرب بوم واحنا ماشيين عادي خالص، يعني هنعملها ايه؟ كل واحد هو دول من اول ما سمعوا اول عبوه راحوا حاطين الارقام بتاعتهم في البعبوعه دي في الصال ده، وراحوا طالعين يجروا ومبقوا مش عارفين يعملوا ايه، راحوا استخبوا ورا قلعه البيت ومش من بره ولا من جوه؟ من بره البحر، من ناحيه البحر مفتوح، ناحيه البحر. استخبوا ورا القلعه وقاعدين، ففي ولد اسمه الزياد كده جاي معدي، راحوا جايين مطلعين المسدس، الواد طلع يجري راح قال لاهله حاول ده في ناس مسدسات ورا القلعه، رايحين قابضين عليه. شعب ونص راح قبض عليه واتمسكوا السفر. ده مع اللي انا حكيته بيبين الفرق ما بين الجندي المصري والجندي الاسرائيلي. الجندي المصري بيحارب في سبيل الهدف، في سبيل العقيده، في حاجه هدف قدامه لازم يحققه. الجندي الاسرائيلي يعني حياته اغلى عنده من اي حاجه يعني. ده حبيت اعمل هذه المقارنه. كان ليا عمليه اخرى في حرب 73، بس اعتقد ان انا طولت عليها. لا ايه وقت العمليات بس 73 مش عمليات يعني اخشى ان انا اكون مستمتعين كلنا يعني. واحد حزين الحاجات اللي ما تتقابش الشباب. الله يخليك كده. اشكركم بشده وكل سنه وحضرتك طيبين. الله يرحمك. خلاص كملنا العمليه بتاعت حرب اكتوبر نختم بيها. حرب اكتوبر وانا هقول لحضرتك، هو انا يوم 3 اكتوبر كنت باخد فرقه في مدرسه التربيه اسمها فرقه قتال وتلاحم الكاراتيه والكلام من ده. كنت فاضل لنا 3 ايام ونخلص الفرقه، يعني قعدت بقى لي شهرين في مدرسه التربيه هالتيم بدلنا، فاضل 3 ايام وناخد الفرقه. قالوا لنا كل واحد يرجع لوحده. طب ليه؟ عملنا ايه؟ يعني كل الناس يرجعوا، فرجعت على الوحدة بتاعتي اللي هو الوحدات الخاصة، خدونا في عربيات كده وودونا لراس البال. ماحناش فاهمين ايه اللي بيحصل. قعدنا يوم 6 ده كان 3 اكتوبر، 6 اكتوبر قامت الحرب واحنا قاعدين على طب بنعمل ايه هنا؟ ده الحرب قايمة على قناة السويس واحنا في راس غارب حتة بعيدة جدا، يعني عايزين نشتغل. ده احنا ليه الوحدات الخاصة جن النار يعني اللي هو لازم يحارب، يعني قاعدين هنا بنهبب ايه مش شايف. سمعتوا الراديو ليها ولا جاتوكم؟ ونسمع الراديو بقى، كنا قاعدين بقى والناس كل جمهورية مصر كانت الحرب قامت يعني، وحتى الشعب الطيب بتاع راس غارب انا فاكر كانوا عايزين هم عارفين ان احنا قوات مسلحه، كنا قاعدين في الفيلا بتاعت البترول دي. كل يوم قبل المغرب تلاقي البلد كلها جايبه لنا اكل، كل واحد اللي جاب فراخ واللي جاب جزير حمام واللي جاب حاجه تاني اكل كده، عايزين يحتفلوا بالقوات المسلحه ممثله فينا يعني. الى ان جه يوم 9 اكتوبر فقالوا لنا ان انتوا في عمليه هتعملوها في الضفه الشرقيه. الضفه الشرقيه كانت العدو راس محمد. لا كنا رايحين راس شقير بلعيد
بلاعين في الضفة الشرقية. بلاعين هناك في حقل بترول كان بتاع مصر زمان، ولما إسرائيل احتلت فينا فكانت بتاخد البترول اللي فيه. حقل في البحر، حقل بحر يعني. فالقيادة قررت ان نضرب هذا الحقل علشان إسرائيل تبطل تاخد منه، يعني ما عنديش يستنزفوا البترول بتاعنا، على اساس انه يوما ما هيرجع لنا الحقول زي ما هي ما خلصتش. طلعنا من راس غارب باثنين زوجة، وصلنا الى حقل بترول بلاعين. يعني الزوجة كرمانا بعيد عن الحقل كده بحوالي مثلا 2 كيلو او حاجة كده، ونزلنا عمنا. اليوم ده كان بحر عالي جدا، يعني بحر كان جبال، بس احنا كتمنا ما قلناش، لان لو قلنا ان البحر عالي هيلغوا العملية، واحنا قاعدين بنستنشق على ان احنا هنشترك في الحرب دايرة في القناة يعني مولعة الدنيا، واحنا قاعدين في راس غارب قاعدين كده. فرحنا، كانت عملية جميلة جدا، حتى كنا بنتخانق، كنا 4 مجموعات، كنا بنتخانق كلنا، كل واحد عاوز يروح. ففي الاخر قال لك طب ماشي، يعني هو دايما المجموعة بتبقى ضابط وصف ضابط، قال يلا كله ضباط ماشي. طلعنا 8 ضباط في العملية. وصلنا ركبنا كل واحد اللغم بتاعه على رجل من رجلين الحفار. كنا حفار مجالنا، هو بلاتفورم، هو بلاتفورم يعني منصة بالضبط، منصة بلاتفورم. كان حتى اسمه اس10 انا فاكر. ده كان حقل بترول بلاعين ده فيه 48 جير، يعني 8 بيحطوا على كل جير حاجه اسمها جاكيت كده، وكلهم بيوصلوا للبرودكشن بلاتفورم اللي هو ده، اللي هو مجمع البترول، ومنه بقى يروح على البر علشان بمواسير علشان يخزن او يطلع على التنكات اللي بره. فهي كانت عمليه حتى مشتركه، احنا ليه الوحدات الخاصه عباره عن ضفادع والصعقه، فالضفادع راحوا ضربوا البلاتفورم اللي في البحر، والصعقه طلعت ضربت التنكات اللي في البحر. دخلنا كل واحد حط اللبن بتاعه. بس انا حظي عاسر، عمري ما رجعت راكب، يعني ما بعرف يعني قصدي ليه كده. فقالوا ما قعدت حتى مستني ان الزودياك يلاقيني، بس عشان بحر عالي قوي قوي فما شافونيش. انا حتى كانوا مديني كشاف واحد بحطه جوه البدله كده، ويعني في الامرجنسي قوي 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 لكن الدنيا ضلمه في اي كل صغير زي ده تعمل فلاش كده بسرعه كده فهنلاقيه. عملت تشيك تشيك مفيش تشيك تشيك حتى مولعه خالص، وحتى يا اخوانا هو كان الزباين مش رايحين ب2 دولار. ورجعت مشوار من بلاعين لراس غارب سباحه. كم كيلو؟ 24 كيلو. دي اعرض منطقه في الخليج. عارف انا الخليج عامل كده، يعني حتت عريضه وحتت رفيعه. ده اعرض منطقه 24 كيلو ما بين حقل بترول بلاعين وحقل راس غارب. رجعت وفي هذا البحر جميل العالي بشده يعني، بس يعني بقول ان ربنا كان معايا اكتر من اي حد. يعني لوحدك حضرتك ولا في لا لوحدي؟ لقوه ما قدرش يدور الطريق بتاعك كم؟ طبعا كل واحد البحر، كل واحد عاوز يروح في حته عشان يركب العواليه. ما هو الارض ارض كثيره وكده يعني، احنا كنا اتسرقنا تحت. ورجعت سباحه لراس غارب. راس غارب كانت المشكله بقى الاكثر والالعن والادله شديده. مصريين يعني انا نفدت من العدو. مصريين وانا راجع بقى بلبسي كامل وحزام الرصاص والجهاز، طبعا الحاجات دي الواحد ممكن يرميها ويبقى حر كده، لكن انا كنت متخيل ان انا النهار هيطلع عليا لازم، يعني مشوار طويل قوي، فلازم ممكن قوي طياره هليكوبتر تيجي او لانش، فاقول اخطر ساعتها فرايح بكل حاجتي.
أدوك كده إلى أن وصلت ابتديت أشوف من بعيد تانك بترول، ولما الموجة ترفعني قوي كده لقيت في واحد عسكري يقدر كان وردية على التانك ده بيبص كده وفشكني، فراح رايح لافت، راح جاب فصيلة بيجيله ايوه عادي. بجد يوم اصابت عليا نفسي قوي، قلت يعني قلت طب انا موت، بس العادي اللي موجود مش قرايبي يعني. و استنتني قرب لغايه ما رجليا ابتدت تلمس الارض يعني، ومعايا بقت كده، فابتديت امشي، بس انا كنت منهك بشده قادر تقول لهم، فعمال اقول انا رائد نبيل عبد الوهاب من القوات البحريه المصريه، انا في الضفادع البشريه، انا يعني اقول على قدر المستطاع، وبرضه هم متنمرين وناويين، لكن يبدو ان انا شكلي طلع ابقى طيب ثمين حتى لو كنت اسرائيلي يعني. انا بقيت امشي خطوتين واروح واقع، واروح قايم تاني واروح واقع، بالك حتى انا ده لو اسرائيلي مش راضي زي بعض يعني. وطلعت بره، فانت ايه؟ انا الراجل نبيل عبد الوهاب من البحريه، طب معاك كمان مني يعني واحد طلع بالبحر. فاكر حمدوني في ملجأ كده اللي هو تحت الارض كده، حرس سلوك حافظ الارض، غطى راس بقى. فرحت قاعد ومستني، فبعته جابوا ضابط المخابرات بتاع راس غارب. طب ما هو ضابط المخابرات هيجي يقول لي جميع، طب ما انا ما معيش، يجي ضابط ولا يجي مين، ما انا معيش، انا بقول انا اسمي نبيل عبد الوهاب بس، لكن بقول ان ربنا كان معايا طول الوقت، حظي الحاجه التي لا تحدث الا فيما ندر. ضابط المخابرات طلع دفعتي وصديقي. كان اسمه حسين، حتى كان هو كان احمر كده، كانوا مسمينه جزره في الكليه يعني. حسين بلبل ايه اللي جابك هنا يا رب. وخلصت العمليه على خير، واتدمر حقل بترول بلاعين. خلصت عمليه، لكن هناك طرقه لذيذه عايز اقولها، دي كانت اخر عملياتي في الحرب. بعد الحرب انا طلعت من البحريه واشتغلت ابطال في المراكب التجاري، بس ما كنتش حابب قوي يعني. انا حابب الضفادع، حابب الغطس بتاعي. فكنت بالمسجد في بومبي في الهند، وجالي هنا فاكس من شركه كورياني اسمها صافي سيرفيس، بيقولوا لي شركه غطس، بيقولوا لي ما تيجي تشتغل معانا، احنا عندنا عمليات مصر. قلت انا احسن، انا بحب الغطس، انا هروح اشتغل في الغطس بلا ابطال بلا احزانون. ورحت واخد الطياره، سبت المركب وخدت الطياره ورجعت القاهره. كانوا قالوا لي في شارع مظهر في الزمالك، رحت هناك قالوا لي احنا عندنا عمليه في البحر الاحمر، وتروح هناك علشان تشارك فيها. ورحت البحر الاحمر، فتطلع ايه العمليه بقى؟ اصلاح البلاتفورم اف 10 اللي دمرناه سنه 33. بعد الحرب احنا خدنا سينا، فخدنا حقل بترول بلاعين، فبقى بتاعنا تاني، فعايزين نصلحه، فرحت واسترست في اصلاحه. بالتاكيد طبعا هو احنا دمرناه في نص ساعه، انما قعدنا نصلح فيه 14 سنه. دي كانت النهايه. انا قطعت عليكم، بس اشكركم بشده. احنا استخدمكم بس 5 دقايق كده سريعا، لان اللي هو نبيل عامدا متعمدا في اغفل الحاجات يعني، فانا هذكرها يعني. واولا في البدايه انا ما حبيتش اقدم اللي هو نبيل بشكل بقى البطل يعني انا حبيت اسيبه وهو يتكلم الاول براحته يعني، ويدي الانطباع، واعتقد الانطباع وصل لكم يعني. انا كمثال انا كنت شايف في الاستاذ عبد الجواد يعني عينه بتدمع، واحنا بنتكلم على الشهداء كانت عينه عماله تدمع، وده الصح. انا من زمان في ايام الفيلم وانا كان نفسي اشوفه. يعني انا عايز اقول حاجه او حاجتين 3 كده عن اللي هو نبيل. اولا نبيل عبد الوهاب لما كان طفل عنده 9 سنين، فكان له اخ ضابط بحريه، معرفش كان ايه، ولا هو ولا لطيف ولا كان مترقب من اول بس
يعني فهو كان صغير، طفل عنده 9 سنين، واخوه ضابط في البحرية مات او استشهد 56. وبالتالي نبيل عبد الوهاب وهو طفل صغير عنده 9 سنين وهو حاطط في دماغه انه عايز يخش الكلية البحرية، وان هو يلتحق بالسلاح اللي بيقاتل البحرية، اللي هو السلاح الوحدات الخاصة او اللي هو الوحدات الخاصة اللي الدخول فيه مش اجباري، يعني محدش بيجبر على انه يخش اللي هو الوحدات الخاصة. ده على العكس، الناس كلها عايزة تدخل وبيتم عملية اختيار وتنقيل مواصفات خاصة للضبط يعني. يعني ان طفل عنده 9 سنين ومصمم على هذا، وكان له مهارات ودخل الكلية البحرية. حتى انا هو لما خد الثانوية كشف على نفسه طبي، فلقى عنده مش عارف غذاء او دوالي وحاجات زي كده، فراح عالجها علشان يضمن دخول الكلية البحرية، ودخل الكلية البحرية ودخل اللي هو الوحدات الخاصة وقام بالعمليات الخاصة وقتل الدكتور. دي واقعة حبيت اذكرها. اللي هو نبيل دايما لما شفته في التلفزيون او حضرت له ندوة او اثنين، يعني هو شأنه شأن زملائه التانيين الابطال، يعني كلهم كده، يعني عمرو البتلوني ولا رامي عبد العزيز او كلهم هم ناس يغلب عليهم الدماثة والوداعة، مش زي ما ناس متخيلة مثلا احنا جايبين ضفدع بشر يعني راجل بقى يعني شرس لا يعني. والبطل الحقيقي لازم يبقى كده، ما ينفعش يبقى البطل الحقيقي يعني زي ما بنسمع دلوقتي الناس تطلع في التلفزيون كده وتحكي حكايات، يعني يقول لك رحت الميدان وعملت قصدي على ميدان التحرير يعني. فيعني حسب الواقع بعد اذنك يعني صديقنا الدكتور محمود رشدي، طبعا غالبيتكم عارفينه يعني، اللي هو محمود رشدي مره سنه 72 او حاجه زي كده كان رايح الوحده بتاعته. محمود رشدي كان طبعا ضابط بحريه، ضابط مهندس، فعمل حادثه بالعربيه فاتنقلوا المستشفى راس التين يعني، فبينزلوا كل اثنين ضباط في اوضه يعني، فدخل اوضه فلقى معاه واحد في الاوضه يعني ضابط برضه ضابط بحريه يعني، والاثنين في اوضه واحده. ده جاي من الحادثه والضابط ده تقريبا كان رايح العمليات في ودنه او حاجه زي كده. فلسه ما يعرفوش يعني. ففوجئ ان بالليل الضابط ده جايب معاه الهرمونيكا بتاعته وبيقعد في البلكونه في ضوء القمر يعزف على الهرمونيكا. فقال يعني ايه الكلام ده يعني، ماله احنا جايين فين هنا يعني؟ الضباط يعني المفروض ان هم ناس يعني شرس يعني مقاتل في هذا التوقيت يعني، طبعا يعني ايه الضابط الرومانسي الحالم يعني. واذا بيه يكتشف بعد كده ان الضابط الرومانسي الحالم ده هو نبيل عبد الوهاب اللي قام بمعظم العمليات او بغالبيه العمليات بتاعت اللواء هو الدكتور محمود لما حكى القصه قال ان هذا يعني جزء ايه الضابط التصفيه ده يعني مش عارف بالظبط ايه اللي بيجيبه. فلما بدا يحكي له طبعا تضاءل هو عرف فكره يعني. برضه حكايه اللي هو نبيل اشترك في عمليات كتير يعني. كان السادات بعد ما ظهر الجمهوريه فراح يزور لواء الوحدات الخاصه يعني عشان يعني الجار بيفتش على الوحدات البحريه كما هي العاده يعني. قال اخواته وقتها اللي هو كان لسه موجود اللي هو محمود فهمي، وابتدى يجيب له الناس اللي اشتركت في العمليات يعني العمليه الفلانيه، فيجيب الابطال بتوعها يقفوا قصاده ويحكوا له، فيطلعوا يجوا ناس ثانيين عمليه ثانيه عمليه كذا يحكوا. هو لاحظ ان كل ما يطلع يدخل ثاني كل ما يطلع يدخل ثاني، قال له جريه ما فيش غيرك ولا ايه؟ طبعا وترقى فيها يعني رقاهم تبقى استثنائيه اعتقد ستة وعمر البتنوزي تقريبا يعني. دول واقعتين حبيت احكيهم. الواقعه الثالثه بقى هو يحكيها لكم يعني ان المولد الاول نبيل عبد الوهاب وهو شاب صغير عنده مثلا 21 22 سنه حاجه زي كده يعني، دخل اجتماع مجلس وزراء وهو لم يشبشب يعني. فانتك مشكورا تحكي لهم الحديث ده وبعدين تسمع باب المناقشه من الناس ولا هو بنحصل كل مره بنطلع الاردن. احنا طبعا ماشيين من الاردن بس بنطلع نقول لهم كلام اللي هم محفظينه لنا هنا، نقول لهم احنا جينا بتاع هليكوبتر ونزلنا الصابه، مش هنقول لهم نزلنا من الاردن من وراكم يعني، ونزلنا الصابه وعملنا العمليه والطياره سابتنا ومشيت فمش عارفين نروح فين، فجينا على عندكم انتوا قرايبنا يعني بلد عربي يعني. فكانوا ياخدونا طبعا يقعدونا في الاستخبارات شويه استجوابات بتاع يومين كده وبعدين يمشوا. ففي خلال هذه الفتره احنا طالعين ببدء الغطس
هنعمل ايه؟ فكانوا يكسونا بقى، يجيبوا لنا قميص وبنطلون ولازمه وبيجامه وفرشه اسنان وحاجات من هذا القبيل لنا كلنا. ما علينا ما كانش بينفع يجيبوا لي جزمه مقاس رجلي كبير شويه فما مش لاقيين جزمه على مقاسي، فجابوا لي شبشب زنوبه ماشي اي حاجه تقضي الغرض، وهذا اللي كنت لابسه. وجينا رجعنا مصر بعد اول عمليه، وصلنا مطار القاهره قالوا لنا وزير الحربيه عايز الشغل اللي هو كان محمد فوزي الله يرحمه، فريق فوزي. فطلعنا من المطار على قيادة القوات المسلحة. بالصدف كانوا عاملين اجتماع مجلس وزراء في قيادة القوات. بعد ما قعدنا كان فريق صالح هو رئيس الأركان، قعدنا عنده عبال ما يخلصوا طولوا في الاجتماع كتير خالص، وكان مستنينا في اسكندرية اللي هو محمود فهمي عاوز يشوفنا برضه، فاحنا يعني عايزين نخلص يعني. ففريق صادق كلم فريق فوزي وهو في الاجتماع قال له الناس بتوع الضفادع وعايزين ينزلوا اسكندريه وبتاع حاجات كده. فالوزراء يعني شافوا في حاجه كده. احنا بقى طبعا بقالنا 3 ايام الجرايد مولعه الدنيا والضفادع البشريه واللبس مولعه يعني فكانت العمليه شهيره جدا. فالوزراء قالوا له هو في ايه؟ قال الجماعه بتوع الضفادع مستنيين في مكتب صالح. قالوا طب ما تجيبهم يقعدوا معانا احنا خلصنا. مفيش حد دخل حمام الدول ده ولا حاجه. لا ما حدش. قالوا طب ما يدخلوا الناس يقعدوا هنا احنا خلصنا الاجتماع مور بريك يعني، يقعدوا نشوفهم برضه اللي عملوا العمليه الجميله ديت. فانا لابس الشبشب الزنوبه ومحتاج فرحانه كده، رحت دخلت هذا الاجتماع، وحتى كانوا يعني كان في نوع من الاشاده بي علشان الموضوع زميلي الشهيد اللي جبته. و محمد فوزي ده جدا هو على طول كده يعني هو ما كانش مولود كده يعني دول كده. اول مره في حياتي انا دخلت كليه حربيه الاول، كان هو مدير الكليه. اول مره في حياتي اشوفه بيبتسم وقال لي نبيل انت شرفتنا ورفعت راس مصر وهو يبتسم، فما عرفتوش هو حتى انا قعدت مع وزير الاعلام محمد سيد واحد انا كنت صغير بقى من 21 سنه، واشوف الوزراء دول في الجرايد بس يعني حاجه يعني معاهم يعني. قاعد تسالني بقى عملت ايه وازاي وانت بقيت قاعد مش مصدق حضرتك تسمع مجلس الوزراء شبشب الزنوبه ده ما طلعش منه. لا ما هو بالضبط يعني انا اقول لك احنا قدامنا حوالي نص ساعه تقريبا يعني كلنا ايوه يعني حتى حد زميله يقول سؤال او بتاع شكرا واللي بعده عشان نلحق ويلحق برضه لو في حاجه اللي هو نبيل يجاوب عليها. شو كانوا عايز يضيف حاجه كانوا عايز يضيف حاجه عايزين نسمع منه. لا هي اسئله هتخليه يجاوب عليها بدون شك. بعد الكلام لو في وقت. استاذ احمد انا سؤال في جمله واحده يعني بعد 67 حضرتك خدت الجيش الحاله النفسيه اكيد في الحضيض قديمه صاحبها يعني 66 قبل الحرب يعني حضرتك الازمه دي ازاي حضرتها وازاي عندك عرضتها عندك القدره ان انت تعملها او بعد الهزيمه الصحيحه زي ما بتعبير حضرتك بشهرين ازاي حصل احمد مثلا كل احمد ازاي هو عشان الوقت ده ممكن ناخد الناس كلها هتكتب طيب في الملاحظات ولا حضرتك تجاوب كده كده ماشي ما دخلناش الماتش ما تدوش فرصه ابين يعني. فكان كلنا امل في ان احنا لازم هتيجي الفرصه، وقد كانت بعدها بفتره قليله جدا قدرنا ناخد هذه الفرصه على الرغم مما تعرض له الجيش المصري من اهانات بالغه للشعب. هذا الرجل من الشعب كانت نكت في الهبل ونحن الولاد يقولوا بتوع بوتاجاز وحاجات كده فتحملناها وربنا اكرمنا بعد. لكن معنويات منتفعه. انا ما لقيتش الماتش، اديني فرصه وشوفها شوفني هعمل ايه. دي بنت طارق
أنا بشكر حضرتك جدا، وكان عندي بس سؤال بالنسبة لدور الضفادع البشرية في تست مواسير النقل اللي كانت تحت قناة السويس. أنا حضر فعلا قبل الحرب على طول، للأسف أنا ما كنتش مشترك فيها، بس حضر قبل الحرب على طول. جابوا حاجة حاجة مادتين بيتخلطوا ببعض وهم بيقفلوا وبيتشافوا على طول حاجة بصلابة الأسمنت أو أكثر شوية، وسدوا المواسير كانت مقصودة يعني كده، فقالت الضفادع البشرية. المواسير دي كان ليها حوالي 90 فتحة عشان تبقى متخيلة على 270 كيلو. على كده وكان حوالي 90 فتحة من 90 يتسدوا ده عمل بطولي يعني مش سهل والله بسرعة شديدة. يعني أولا أنا لم يصبني لقاء يعني في مشاعري الإنسانية أكثر من هذا اللقاء، لأن أنا دائما يعني معرض بسير الأبصار، وأنا لما أشوف حضرتك كنت من طبعت في ذهني تبادر. اللمسة بتاعت البرقوق دي عميقة جدا جدا، غير عادية. فدي هيكون لها يعني في سجلات تاريخنا هتحصل إن الروح المصرية والنفس المصرية عظيمة إلى هذا الحد. بهذا الوقت رغم كراهيتي للحرب، لكن بلا شك الحروب بتظهر معادن النبيين. أنا عندي سؤال شخصي، يعني الفضولي هو اللي بيدفعني عليه، لأن كان عندي أستاذ عظيم جدا الدكتور بيعلمني في كلية الآداب، الدكتور لطفي عبد. هل في كده تقربوا معانا حضرتك؟ أخوه انت لسه شفته بس انا قلت اخلاق كنموذج مثقف الارستقراطي العظيم المصري النادر، وليه اسلوب في الكتابه اتاثرت انا بيه. كنت مش متعبه في اسلوب الكتابه وكان من الوطنين وده الموضوع. اسكت يا احمد، خلي الناس تتكلم. الدكتور لطفي من كبار علماء التاريخ لطفي عبد الوهاب هو اللي علم قسم هو قسم النقد. قسم النقد لا قسم النقد بعد كده يعني يأثروا على بشكر حضرتك جدا الناس اللي هو يعني فعلا بطل اكتب بقى حقيقي. كنت عايز اعرف بس يعني ازاي كانت بتتعامل الاردن والسلطات الاردنيه معاكم بعد ما كانوا لما كنتوا في خدماتكم مثلا، يعني هل هم كانوا بيتعاملوا معاكم على انكم اشقاء وعرب، ولا كان في نوع من يعني كيفيه التعامل السلطات الاردنيه؟ ولا زي ما كنت قلت ان هو يعني هم متأذين من حته ان حد يعمل عمليات من دي، طبعا من العقل. طبعا هو كانوا يعملوا نفسهم مصدقيننا يعني احنا كده بتاع هليكوبتر وبتاع، انما احنا كل مره من هنا يعني. وفي المره الاولى والثانيه كانوا يقعدونا شويه يومين كده ونمشي. المره الثالثه ما رضوش، قالوا لا ده الجبن لان يحبسونا هناك. وكان موقف معلمين من الرئيس عبد الناصر، كان ايامها فيت مع جامعة الدول العربية، وقال الملك حسين يعني ولادي موجودين عندك مدة ضيفة عندي لغاية ما يرجعوا. ايوه جامدة قوي يعني. فطبعا رجعنا في نفس اليوم يعني. الملك رهينة. رهينة يعني بطريقة شيئة. قالوا الضيف عندي لغاية بس ما يرجعوا يعني. فده كان المستوى الرسمي، انما المستوى الشخصي طبعا الناس كانوا بيحبونا جدا، طالعين من الميه وفرحانين بينا. حد عربي عمل حاجه جلسه على الارض مستوى السلطه الاراده يعني طبعا قبل ما حدث موضوع الموسيقى اللي واضح ان الاحساس رومانسي. الاحساس بعد الاحساس واضح قوي في الشخصيه، ودايما اي انسان غير عادي لازم يكون فيه احساس بالضبط للذكاء. شكرا. هو السؤال عبارة عن كتاب كان اشتغل فيه لما كان في مذكرات عن اكتوبر، لما كان بيقول
بعض الأسلحة اللي استخدمتها الجيش المصري كان من الاتحاد السوفيتي، هي معظمها كلها. مدى التركيز هل الاتحاد السوفيتي فعلا كان بيدرب القوات المصريين ولا ايوه بعض الأسلحة؟ مش عارف الأمريكي ده ما قالش القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي والطيران، لأن دي كانت أو قطع كان في خبير في كل لواء، كل سلاح. الوقت قبل الحرب على طول كان اي مكان في القوات المسلحه البحريه حربيه طيران اي حاجه في خبير روسي. الوحدات يعني في الضفادع في اللانشات الصواريخ في الطراشات في اي حته كان لازم يبقى في خبير روسي ده على طول. وقبل الحرب مباشره علمونا بعد شهور رئيس السادات راح جاي ومشي الناس دول كلهم وكان روسيا 13 يوم 72 بالضبط فعلا وكان لا يقصد بكده هو طبعا كان مخطط الحرب كلنا لما نقول له عليه نكت بتاع ان هو عامل ضباب وضبابه وحاجات كده هو كان مخطط وقاعد مستني فكان عايز يبقى الجيش المصري هو اللي عمل الحرب، هو اللي كسب المعركه ما هواش بمساندة بورشيل وعشان كده مش صح. انما كانوا موجودين بقول لك في كل خرم في القوات المسلحه كلها في كل واحد كل خرم في خبير لا وطيارات بطيارين كمان. منصب علي صوتك شوية. مش عاوز ضيع الدولة الإسلامية في حديث، ومش عاوز ازاي كتير ان انا احاول نقطة كده سريعة كده او خطة استفسار يعني انا بعتبره زي مؤرخ عسكري. هو في ايام بعد السبعينات كده كان ليا صلة في القيادة العسكرية بس صلة كده يعني أهم شيء سؤال أنا بسمع منهم كلام أنا حافظ ضغط واحد سمعتها عن طريق الطرق حضرتك ذكرت إنك أنت بتختار بتاعك قبل ما رئيس أركان حرب هو بعدها يعني الحوار حسيت منه ان الفريق الارض القائد البحري المشهور كان هو اللي ورا كل الحاجات يعني هو اللي ورا تفاصيل كل هذه الامور بقول لحضرتك كان بيضحك عليهم وقال لهم دخل في 100% وهي ما دخلتش وضربها بره علمت من الفريق ده ان كان القائد البحريه ياخذ بس الامر العام ياخد يعني جواز توجيه تعليمين ما يقدرش ابدا يقول على تفاصيله عشان ايه قد يعني يخرب قاعده او يخرب سياسه او يعمل اي حاجه في الحاله ما يقدرش تفاصيله تطلع فوق عشان ما حدش يقول له ايه لا يعني يقولها لهم بعد ما رجع فمن حسن حظه بقى ان الابطال ده عادة كانوا بيجيبوا له نتائج بقى مشرفه بس اللي عرفت ان احسن حاجه عرفت عنها هي زي ما قال كده عبد الجواد يعني اللي هي حكايه التنشير اللي هو الضبي يعني تحت حضرتك اللي هو البنوك الشهيد البنوك هو كان معجب بشيء يعني شوف انا عرفته ايام قبل 73 والكلام ده عرفته يعني على ان دي الحاجه دي عجبه محمود فهمي علشان ما ادتش فرصه لاسرائيل انها تقدر ايه تقلب الفتح الهجوم ده تقلبه الى نجاح ان هم اصطادوا ايه؟ يعني هي دي العكسه فهو كان هدفه حتى انا ما حسيت يعني ان ده يعني يحطم معنويات الجندي الاسرائيلي يحطم المعنويات وما كانش يهمه النتائج كان يحطم المعنويات يعني النتائج كانت بقى اللي اعلى منه انما ما كانتش بتهمه في تحطيم المعنويات فحضرتك يعني كنت من الفريق اللي اداله معنويات يعني اللي جيبوا على مزاج محمود فهمي وفي نفس الوقت حققتوا نتائج هذا الرجل وشكرا جزيلا لله ونصعده طبعا حضرتك يعني زي قصه بطوله او قصه بطوله حضرتك بتتكلم على سلاح التقاطع يعني انا عشان انا مثلا في العصر الذهبي لسلاح التقاطع هل لك نطمئن ما هي الوضعيه والوجوديه لهذا السلاح
حاليا اليوم وهل هو موجود اصلا ومنطق جزئيات؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني يعني اكيد انتم في اثناء تحضير لاي عمليه من العمليات دهية يعني كان بيحصل لكم ان هو ان يحضروكم شويه طب لو قاعده الاكل يعني يكون كذا او ما تقولش كذا. هل كان عندك خطه بديله لو كل وصلت هتقول ايه وهتعمل ايه؟ وهل عندك معلومات عن جميل لك وصل وماذا في حاجه ثانيه؟ يبقى ده سؤالين. هو بالنسبة للجهودية هو طبعا في لواء الاحداث خاصة موجود ومن برضه ما زال من الناس اللواءات المتميزة في القوات البحرية. مدى جهوديته اعتقد ان هم دلوقتي بقوا اكثر جهودية مننا. احنا كانت ضعيفة ومتواضعة للغاية. دلوقتي انا بروح بيدعوني من ان لاخر في يوم اللواء او في رمضان في الفطار في حاجات كده وبروح اتفرج على امكانيات احسن من اللي احنا كنا مش موجودة ايام احنا كنا موجودين بكثير جدا. فاعتقد ان هم بالنسبة لجهوزيتهم جاهزين خالص يعني. الجزء الثاني من السؤال السلام ما تتصرفش اليوم لازم حماسة يعني افندم؟ لازم عندهم حماسة يعني اكيد طبعا لو حصل الحرب اعتقد ان هم يعني جازما ان هم هيعملوا احسن من اللي احنا عملناه. الجزء الثاني يتعلق أثر المجموعة بتاعتكم في الضباط. ايوه في الادبيه انا هضطرك الموضوع ده في الادبيه يا نبيل بيه ولا فين في الادبيه احكي لك بقى انا ليا قصه. لا هو لا انا لا انا عارف ايه اللي حصل وعارف لان في ناس من عندهم جت اشتغلت معانا. انا هحكي القصه دي بس لما اوصل انا عارف انا كنت كان معاك سماحة وكان معاك لا سماحة بتاع الرمى دكتور سماحة وسمير شلبي كان رئيس اركان القاعدة والصيدلي اسمه ايه دار السويس اسمه كتير فالزمير الاحداث خاصة برضه. انا احكي لك بقى القصة انت مش عارفها او تقولها لك تضيفها بقى. ماشي. هتتكلم في قصة الأسر حضرتك بتاعتك؟ لا سيبها لما نوصل بقى. المفروض بلاش. طيب المفروض بلاش. محمود استاذ محمود اشوف اتفضل. على وضع كثير هل خطروش او لو وصلت هل عندك خطه بديله؟ يعني هو انا اقول هو كانوا هم يعني القيادة عاملين حسابهم على كل حاجة فكانوا ما بيقولوا لناش غير الحاجة اللي هي هعملها. انا هروح معايا لغم نظف الحشد تظبط التايمر بتشد التيلة بتاع التايمر وتشد التيلة الثانية بتاع التفجير ولازم التلتين دول اسلمهم هنا عشان يتأكدوا ان انا شدتهم وما نسيتهمش. ده اللي انا هعمله. طب في حاجات تانية بس انا مش كونسيرن بيها يعني انا ماليش دعوة فما اعرفهاش ما يعرفوهاليش. وخطة أجهزة هناك بيسأل مثلا كانوا بيسألوا على اللغم ده في حاجة اسمها بوبي تراك. اللغم ده بيتلبس بمغناطيس كده لو جه حد يشيله لو اتقلب هيروح مفاجئ لوحده بره مش ستايل. فهم عايزين يعرفوا الدايرة بتاعت البوبي تراك ما عرفناش حقيقة. فهم قال لك شوية المعلومات اللي هي تفيدك في شغلك انما معلومة زيادة مالكش دعوة بيها وكنا نحترم هذا بشيء يعني ما تدخلش فيما لا على خارج نطاق عملي. الحقيقة أنا مبسوط بشدة بحضرتك النهاردة وفعلا كنتوا البسمة اللي في ظل يعني بعد النكسة 67 كنتوا البسمة بالنسبة للشعب المصري كله لما بيسمعوا بحادث من الأحداث العظيمة اللي انتوا بتعملوها. فأنا شايف إن الشعب المصري في القصة دي كان عنده حالة من الانتماء الشديد لمصر. ده كان بينعكس على القوات المسلحة وكان بيديها الثقة إن هي تستمر في عملياتها. هل حضرتك شايف الثقة دي موجودة دلوقتي؟ وهل شايف إن الانتماء ده موجود في الشعب المصري دلوقتي؟
انا هو هقول حضرتك على الثقة بالنسبة للقوانين انا هقول لحضرتك رايي الشخصي يعني الشعب هو كويس، بس عارف في الوقت اللي هو زي ما طالب في اجازه الصيف ممكن يعمل اي حاجه ممكن تبقى غلط او صح او يعني، بس ده لما بيجي في الامتحانات بيذاكر وبينجح. اعتقد عشان احنا دلوقتي ما بنحاربش، فقد تكون بعض من قال لاخر الجمله يسقط حكم العسكر والناس بقوا ضد يعني حاجات من هذا القبيل اللي هي انا مش حاببها شخصيا. لكن لو حصل ان قامت حرب هتلاقي كل هذا 90 مليون بني ادم ورا الكيس، لان هو ده اصل الجيش مش جايبينه من بره، ما فيش هو احنا مننا في بعضنا يعني، واحد من الناس من الشعب وهم دول اللي بيعملوا حاجه. الشعب هو اللي بيقرب كده السياسية بتاعته يعني الموجودة دلوقتي انا واخواتي انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الجريد يعني انا دلوقتي ممكن نقعد نحارب في بعض الحاجات نحارب في بعض الحاجات كده عشان ما فيش مشكله، انما وقت ما جه حد من بره هتلاقي كل الناس دول كده اهو. لان كان برضه ايام الحرب كان في حاجات ناس ضد، من ايام جمال عبد الناصر كان ناس ضد جمال عبد الناصر، وايام السادات كان في ناس ضد السادات، لكن الحرب قامت خلاص الشعب كله توحد خلف القوات المسلحه، واللي ده اعتقد انه هيحصل لو حصل، والذي لا اتمناه مش مهم يا رب ما يجيش حرب، انما لو حصل حرب تلاقي كل الناس اتوحدت في اوضه الآية والناس الخلافات كلهم يبقوا ورا القوات المسلحه، مش هيقولوا يسقط حكم العسكر طبعا، ان هم العسكر هم اللي هيحموا البلد. لا الناس ما بتقولش دلوقتي يسقط، او يعني ده الناس بتمدح بتقول يا عسكر انزلوا شيلوا الغمامه اللي على قلب الناس دلوقتي. لا الروح دلوقتي بتتفق ان لا كله بيطالب الجيش كده. بقول لحضرتك الجيش هو احنا يعني ناس مننا كلنا كل اسره كنا بنقول ناس فقر اصلا مش المقصود بالجيش المصري، كان المقصود كده نجح كده صح الوظيفه المدنيه. برافو عليك مش الجيش تنطوي ناخد الفرق ومزارات والناس الجيش ده حي اللي هو الأمين والأبطال الحرية المصرية والجيش المصري. والحقيقة والدي كان من الناس اللي شافوا حرب أكتوبر، يعني قعد الحقيقة فترة طويلة حوالي 7 سنين لحد وقت الثاني. والحقيقة كان له مشهد قريب من مشهد اللي هو الأمين وهو عايز عثمان مدينه كان في الاستطلاع. أنا يمكن حابب إن أنا احكي عن قصه مختصره بس لانه قرأتها بشده يعني، بل ما كانش بيحكي الحقيقه عن فتره الحرب، وكان ده ربما كان مؤلم بيه جدا. ونادرا ما حاجه عن قصصه كانوا في فرقه استطلاع اشترك وتحركوا ناحيه الممرات علشان يستطيعوا الوضع الممرات. الممر بالنسبه للعدو لانه كان مكان عالي جدا وهو تقريبا يدي على 20 كيلو. فسحب بيه وحياله ما تنجيش ثم تغطى البراغين، فشايف ظهره وقال له يسحب بيه تقريبا حوالي 10 كيلو خوفا من الطيارات والرصاص الفكر من فوق يوصل للمشروع. وأول لحد ما وصل لأول كتيبة وكذا يوسف طبعا الراجل ده معلش طبعا، لكن افتكرت دوت جدا وبقول يعني في ظل المجهود القليل اللي احنا بنعمله في توثيق القصص ديت، هل احنا نجحنا في توثيق حرب المحاربه الحروب اللي احنا عملناها؟ ايه اهم الحاجات والخطوات دوت نقدر في حاجات بس واضح ان الحرب كانت عظيمه جدا، بس ما كانش بيقدروا ساعتها يوزعوا كل حاجه. بس في حاجات سواء على مستوى القوات المسلحه او حتى على مستوى القوات البحريه في ناس بتقعد توزع تقابل الناس اللي عملوا عمليات وما زالوا حفاظ الحياه. لاحظوا ان الحرب دي بقى ناس كتير قوي اغلب الناس ماتت بقى، يعني هو اللي عايز بقى عجوز زي حالاتي كده ولا حاجه كده، بيوثقوا بس على مش بالقدر
اي حد كان يتمناه، لان الحرب دي كانت عظيمه وكان فيها بطولات جميله جميله كثيره. يعني انا بحكي عن حاجه صغيره قد كده، بس في حاجات انا هعرفها عن الناس، حاجات عاليه خالص احلى من اللي انا قلته ده عشرات المرات اتعملت. كان نفسي تتوصل بطريقه احلى من كده، لكن اهو على قد الحال يعني. الله يسلمك. طب عرف نفسك بقى. عميد أركان حرب متقاعد أحمد عبد الله، حاليا برضه 73 في الولاد اللي لسه متخرج. في حاجة برضه مش عارف قوتها، اللي هي الأستاذ خالد قالها، قال الكبرى الروس طلعوا بره مصر. أعتقد زوج الروبري ده كان جزء من السلاح الاستراتيجي، وهم ما كانوش خرجوا كلهم بالكامل، لأن أنا كنت لسه باخد فرقة من الكبرى الروس مع المشاة في شهر كده. أنا حضرتك مشيت من فرقة التربية الرياضية كده الفرقة كلها تنضم. أنا كنت باخد فرقة على المركبة دي بالروسي بالخبراء الروس. طبعا هم مش خبراء، لا في التشكيلات ما كانش هناك، بس هو يعتبر خليل المثاني الحاجة القوي ده الثاني، ولا مش لسه خرجوا كلهم. بس طبعا في العمليات كان كله مش، لكن احنا استدعينا فعلا للاسف اللي هو نبيل، استدعينا على الوحدات بتاعتنا وضمينا، ومش عارفين احنا استدعينا ليه وكده. وحابين بس اصحح النقطه دي على اساس ان ممكن يكون ده كان برضه ده استراتيجي ان احنا مشينا صور الروس، لكن كان في جزء لسه موجود. الحته الثانيه بقى اللي هو بيتكلم فيها دي بقى، دي اللي هي المهمه جدا والخطيره اللي احنا ماشيين فيها، اللي احنا مش عارفين نسجل كل البطولات بتاعتنا، وهي بسيطه جدا. هو زي ما حضرتك قعدت مع المجموعه دي كده وقلت على حاجات حضرتك عملتها تمام. انا برضه بقعد مع الناس وبقول طبعا ما كنتش بطل، لان انا كنت ملازم لسه متخرج زي كده برضه رحت السينما لاول مره كده. ممكن يعني طبعا حضرتك عملت بطولات اللي بتجيب الكوره انت رايح لهدف العمق وعارف انت رايح تعمل ايه. اما انا كنت ملازم لسه متخرج، اتضميت على كتيبه عملت يوم 6 الساعه 4 الظهر، عملنا معركه من اعظم المعارك يوم 9 اكتوبر، محدش جاب سيرتها خالص. يقولنا على جبل اسمه جبل الموت اللي هو الفتح قريب، توفى قريب، محدش قال ان الراجل ده بطل عظيم من ابطال اكتوبر، وانا كنت ملازم وشاهد على ان هذا الراجل بطل. في بطولات كتير فعلا لازم الحاجات دي. يعني انا اتكلمت على نفسي يا جماعه، احنا لسه عايشين هذا الجهود، احنا اصغر ناس ولا الحرب. انا احدث ناس حضرت الحرب، يمكن ده اللي هو انا جيت اقدم مني شويه. انا احدث ضابط ومتاكد اللي هو طارق واللي هو احمد كامل واللي هو طارق برضه، احنا كنا ملازمين متخرجين 20 سنه وحضرنا الحرب وشفنا بطولات وعاصرنا بطولات. المفروض الكلام ده يقرر فيه ويتسجل بالظبط في موقع كل معركه حصلت، يجيبوا الناس اللي عايشه وقول لهم احنا لسه عايشين، هاتونا نقول لكم احنا عملنا ايه. يمكن المعركه الوحيده اللي اتكلموا عليها اللي هي معركه اللي هو 130 هم 30 مشاهد فيه، 130 مشاهد هم كانوا محاطين في التهديد. يمكن دي اتكلموا عليها كانت عربيه ضربت اللي رمى جسمه على الرزق بتاع الأخرى عشان تصنع. لسه مع حضرتك حتة منطق كارلو يومها قطعت الإذاعة قالت الحتة دي، وللأسف لما تخيل هذه البطولات بتوجهات سياسية. أنا أعتقد إن اللي هو المشيط تنطوش من أبطال أكتوبر برضه تمام. اللي هو أنا هتلاقيكم بطريقة مش أبطال إزاي يعني مش فاهم. لأنه كان قائد الكتيبة 16 اللي هي ساب الكتيبة وعيش أثناء الهجوم لا اسمها لا الراجل ده من أبطال الصور عمره ما اتكلم على نفسه. لا تسجلها زي ما قلت كده كان بطل وشال الراجل في المسافة الكبيرة دي. طبعا احنا يعني مسافة كبيرة، المسافة اللي هو هيجي شال الراجل في البحر في بحر يعني بطولات نادرة ما تحصلش. احنا كمصر مش عارفين فعلا يعني نبرز الأرضات بتوعنا. برضه عملوا فيلم خايف يعني، حتى لو كانوا وانا سألوا اللي هو نبيل وسألوا الناس اللي كان قالوا لهم ايه المفجر اللي عمالين يحفروا له ده في البتاع ده، حد يعمل حاجه يفكر فيه.
بس الفيلم بشكل عام لا الفيلم كويس. خلي الواحد لازم اسال المختصين في الحته دي انتوا عملتوا ايه عشان الفيلم ينجح. لو كانوا سالوا الابطال نفسهم كانوا قالوا لهم لا دي تتعدل وتتعمل فيلم. كان الفيلم يرضى برضه افلام هنتصدر فيها يعني المفروض احنا لازم يا جماعه لو كان في حد اعلامي حد حد يبحث عن الحاجات دي ويدور عليها ويبرزها ويكتب عنها ويتكلم عنها هتلاقوا خلاص كتير. شكرا. بس كنت ان هو نجيب طبعا الفايبر بتاعنا على الكلام اللي قاله. بس انا كنت عايز اقول للشباب اللي موجودين دول لازم نقول لهم الدروس المستفاده من السياسه اللي اتعلمته والسياسه يعني عملته هم يتعلموا ايه من السياسه البطولات اللي انتم فيها ازاي ناس من دول يبقوا ابطال حتى في المدارس. بنشكر الشاب اللي هو نبيل. طبعا شبابنا اليومين دول انتمائهم مش زي انتمائنا ايام الحرب من 35 سنه ولا من 37 سنه. فحاسس ان اللقاءات بتاعت سيادتك يعني يا ريت تبقى متخيل انها مدرج فيها الافات الطلبه عشان تنمي. انا بكلم بامانه يعني عشان شبابنا يبقى عندهم التسجيل ده عندي فيديو يعني بعد كده ينزل على النت كل واحد يشيره مع ابراهيم. فسؤال حضرتك هل اللقاءات بتبقى في لقاءات بتبقى متوفر فيها شباب ويا ريت نحاولوا ان نعمل لقاءات فيها شباب كتير عشان ننمي الانتماء والوعي لمصر. شكرا. استاذ محمد انا شاكر لحضرتك وشرفت بيك يعني. الله يخليك ده شرف ليا. وشكرا يعني المرافقه عشان نحتفل بيها. استاذ احمد ابراهيم. أولا بشكر حضرتك على السرد اللي حكيته كله. ثلاث أهداف في حاجة لما بعد الإسرائيل عمليات إيه بفعل الشعب الإسرائيلي والإعلام. أكيد كان في ضغط كبير لدرجة إن المشاهدين صراحة يعني أسف صراحة أنا قلت إيه الضغط اللي حصل وإيه التصريحات اللي حضرتك بتشوفها؟ هو متعجبين علشان قدرنا نوصل لهم عندهم برضه يعني ده يعني قال لك لا مش احنا بنحارب على طول بره لا ده جوه بلدنا بقى او ما اللي هو يعني معتقدين انها بلدهم اللي هي اسرائيل 48 ودي بلاد جواها يعني كان حاجه بالنسبه لهم بصرف النظر عن الخساره الماديه اذا كان مركب ولا اذا كان رصيد ولا اذا كان حتى حاجه كده ان حد ابتدى يخش لي بيتي عندي دي كانت عاملهم ازعاج شديد ايام مثلا ومن ذلك كمان نشاط مع 30 ثانيه مش هبدا بالكلام. هو انا بس عايز اضيف اضافه لسياده اللواء نبيل معرفش اللي هو عارفها ولا لا. بعد اللي حصل في الادبيه في جزء دخل مدينه السويس، في جزء من عندكم ما اتاثرش ودخل مدينه السويس. ايوه كنا بناخد ميه عن طريق انا كنت نقيب قوات مسلحه ضابط احتياط وانا صيدلي بطريقه طبيه. فكنا وعلاقتي بالادبيه ان احنا كان الجزيره الخضراء تتبع اللواء بتاعي، فكنا بنطلع ناخد لانش وقال يعني رايحين نشوف تفتيش طبي واحنا رايحين نصطاد يعني.